طب علشان خاطر أحبائنا المشاهدين، إيه هي هذه المصادر؟ بالضبط. احنا هحط جدول بالمصادر دلوقتي، وهي زي ما احنا شايفين: التوراة والتلمود والترجوم والمدراش. دول الأربع مصادر الرئيسيين بتوع اليهود اللي أخذ منهم محمد حاجاته. طب هل ممكن قدسك أبونا تذكر لنا أو تلقي الضوء على كل من هذه المصادر؟ بالتأكيد. التوراة أولا، التوراة هي ما أوحي إلى موسى النبي، وبنضيف إليها كتب أنبياء اليهود لأنها كناية عن كل العهد القديم. نعم. في اللغة كنايات يعني. نعم. وهي ما يقول عنها القرآن في سورة الأعلى آية 18: إن هذا لفي الصحف الأولى. الصحف الأولى جاءت في تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، جزء 7 وصفحة 236. الصحف الأولى هي جميع صحف الأنبياء، يعني كتب الأنبياء. طب ده بالنسبة للتوراة، ماذا عن التلمود؟ التوراة أساسا بتمثل عند المسلمين بدل تقابل يعني القرآن. نعم. عشان بس المشاهد المسلم يبقى عارف. نعم. التوراة تقابل في الفكر الإسلامي القرآن. أما التلمود عشان خاطر نبقى عارفينه إيه هو التلمود. نعم. ده كلمة تلمود معناها تعليم أو تعاليم. نعم. ودي بتقابل في الإسلام، في الفكر الإسلامي زي ما نقول كده السنة. نعم. أيوه. يبقى التوراة قرآن زي القرآن، والتلمود زي السنة. أيوه. والتلمود ده بيتكون من حاجة اسمها المشنة. طب ايه المشنة دي؟ طب ايه المشنة يا سبونك؟ عايز اسألك. هي أقوال أحبار اليهود. أقوال أحبار اليهود. وبتقابل في الفكر الإسلامي الأحاديث النبوية. نعم. ثم أتت بعد كده الجامارة، وهي شروحات المشنة وتقابل شرح الأحاديث. نعم. زي فتح الباري، شرح صحيح البخاري، وشرح النووي إلى آخره. يأتي بقى الهاجادة. الهاجادة هي قصص وأساطير تقابل الروايات في الفكر الإسلامي. والموقع بتاع النصوص اليهودية المقدسة موجود قدامكم دلوقتي على الشاشة. طب ايه هي المشناه يا قدس ابونا؟ المشناه. المشناه ايوه. هي كتاب فيه المتن او الاصل للقانون الشفهي اليهودي. نعم. اللي كتبوا اليهود بعد التوراة. زي الاحاديث. نعم. وللتقريب مع التحفظ اقول انها تقابل الاحاديث النبوية في الاسلام، عشان خاطر بس نقرب نعم. الفكر. طب وما هي الجمارة؟ جمارة هي كتاب يحتوي على شرح المشناه. نعم. وهي مجموع أقوال الأحبار، وانتهوا من تجميعها عام 400 ميلادية، يعني قبل الميلاد كانوا بيجمعوها وكانت شفهية. أيوة. فكتبوها في سنة 400 قبل الميلاد، انتهت منها. نعم. وبالتقريب أقول إنها تقابل شرح أهل السنة للأحاديث النبوية، زي أيوة. فتح الباري اللي أنا قلت، شرح صحيح البخاري وغيره. طب وما هي الهاجادة يا صبور؟ هاجادة. هاجادة هي كتاب به مجموعة من القصص. نعم. والأساطير الإسرائيلية موجودة في المشناه، يعني في أقوال الأحبار. بيفسروها بقى بإيه؟ بشوية قصص تعود مخطوطاتها إلى سنة 200 ميلادية. كانت شفهية قبل كده ودونوها لحد سنة 200 ميلادية، برضو قبل الإسلام بكتير كانت موجودة. ومنها أخذ محمد معظم أساطيره عن قصص الأنبياء في القرآن والأحاديث، زي ما هنشوف فيما بعد. طب إيه هو الترجوم؟ معلش أنا عايز أسألك عن كل واحدة نوضحها للأحباء المشاهدين. أكيد. الترجوم بدون تعطيش الجيم، معلش يا ولا مؤاخذة، هو ترجمة التوراة وتفاسيرها إلى الأرامية. ترجمة. أيوة. بيترجموا التوراة. نعم. والتفاسير بتاعتها كلها
في نسخة آرامية، لغة آرامية. طب ايه المدراش بقى؟ المدراش هو كتاب مماثل للتلمود زي الأحاديث. ايوه. ويجمع القصص التي جمعها الأحبار بعد جمع التلمود، يعني بعد ما جمعوا التلمود وكتبوه جمعوا قصص تانية، بس بدل ما يحطوها في كتاب واحد ايوه حطوها في كتاب تاني. نعم. ليه؟ خافوا انها تضيع. لهذا يوجد العديد من المدراشات، مدراش يوحنان ومدراش مش عارف مين ومتى نعم. الى ايوه. ايوه. واللي عايز يستزيد في المعرفة يروح الى دائرة المعارف اليهودية على الانترنت.